بسم الله الرحمن الرحيم. كان اسمي ماجدة ثابت جرجس، ودلوقتي رحمة محمد عبد الله. بشرت إسلام يوم الخميس 11/4 28/4. مواليد كام؟ 1992 مين؟ من بني سويف. ايه قصة الإسلام؟ كنت على علاقة بأصحاب المسلمين. أنا مسلمة بقالي 7 سنين. كنت دايما ما احبش المسيحيين خالص، لاني كنت مريت معاهم بتجارب ما كانتش كويسه، يعني بالكذب اولا وبدات بقى بحكايه اصحاب المسلمين. كنت بحب اصحاب المسلمين جدا، وجت كانوا بيحفظوا قران، فجت صوره كده قدامي: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانا الايه ديت كانت دايما قدامي، فما ازاي واحنا بنؤمن باله السيد المسيح وحاجات كتير يعني. فابتديت اميل اكتر للاسلام واتكلم مع اصحابي، وبقيت بحاولوا ان هم يحفظوني قران. وبس كانت في حاجات كتيره برضو واقفه قدامي، ان ازاي معجزات القديسين وازاي يعني حاجات زي كده. فلما بسال في المواضيع دي قالوا لي دي قدره، يعني موهبه بمعنى اصح، او يعني حاجه زي نظام شغلانه، حاجه زي كده يعني. فاهلي ما كانوش يعرفوا اي حاجه غير كل ان هم يعرفوا ان انا على علاقه بشاب مسلم، وهو اللي بيوجهني للطريق الغلط، وان هو شيطان في حياتي المفروض ان هم يبعدوني عنه. لما يوم في مره كان هو يعني كنا على التليفون، وكان بيحفظني قران على التليفون. كنت بحفظ قران عن طريق التليفون. فجت امي دخلت عليا، لقيتني ماسكه ورقه وقلم، وشافوني وانا بكتب القران، قروا الورقه لقوا القران وكده، ف استغربوا. المهم بعدوني عن البيت لمدة شهرين. رحت اسكندرية، قعدت في كنيسة انجيلية هناك. حاولوا، هم ما كانوش يعرفوا انا جايه ليه، بس حاولوا ان هم يبعدوني عن يعني من كتر اسئلتي عن الاسلام وكده. كان جابوا لي مصحف وجابوا لي انجيل. يعني بقيت مش عارفة، يعني دماغي بيودي ويجيب. انت اصلا فتحتها لي كورس بس انجيلية عن طريق امي. فانا ما كنتش حابه برضو المسيحيه خالص. اول حاجه اللبس كانت، يعني لما باجي اصلي يعني ببقى واقفه كده قدام ربنا، يعني مش ببقى خزيانه من اي حاجه. لكن اي اخت مسلمه كانت بتبقى بتصلي تغطي شعرها ايديها، يعني كانت بتبقى يعني جسمها كله مش باين منه اي حاجه غير وشها. فيعني بقول لهم ازاي احنا مش هنتعاقب على جسمنا خالص. لما اي حد يشوفه كده قالوا لا، هنتعاقب على جسمنا، ده ربنا يعني يعتبر دي نعمة من عند ربنا، المفروض ان احنا نحافظ عليها، ليه احنا نبهدلها بالطريقة دي. فبدأت حاجات كتير فيها تتغير، اللبس، حاجات كتير يعني. ابتديت اقلل مروحي من الكنيسة خالص. فلما الاب الاعترافي عرف قصة ان انا ليا علاقة بشاب مسلم، قعد يوجه ليا ناس كتير يبعدوني عن الطريق ده، ويبعتوا لي شباب او حد يعني يدخل في علاقة مع شاب عشان انسى الموضوع ده. لكن انا ما كنتش داخله الاسلام عشان لا شهوه ولا اي حاجه دي خالص. انا داخله الاسلام باقتناع، بحبي في الاسلام، بحبي في الله. كانوا بيشوهوا صوره الاسلام دايما في عيوني، ان هم بيقولوا ان هم هيعملوني كجاريه، كخدامه، ممكن يجوزوني واحد عنده يمكن فوق 70 سنه، ده لو كان عايش. فيعني هما ما يعرفوش، هما لحد دلوقتي ما يعرفوش ان انا اشرت اسلامي، ولا يعرفوا ان اي حاجه من دي. انا غير سبت لهم ورقه يوم طلوع من البيت، سبت لهم ورقه ان انا رايحه الدير، وانا ما اقدرش اعيش معاكم اكتر من كده، وسبت لهم البيت وطلعت. يعني عارفه ان هم اول ما يعرفوا ان انا اشرت اسلامي، عارفه ان هم اول واحد هيضروه الشخص اللي هو كان بيحفظني قران في التليفون. اول ما سمعت ان في اخت اسمها كماليا بتشهر اسلامها وكده، انا انبسطت جدا، فرحت لدرجه ما تتصورهاش. قلت يعني مش انا لوحدي بس اللي مسلمه. ورقة الشهر أو دي ورقة الشهر الإسلامي يوم الخميس 28/4. والسلام عليكم. قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العليا، سبحانك وبحمدك، يرجوك عفوا وعافيا. وكتاب الله يطلع الضحك ده، ايه ده؟ احنا كنا بنصور كده عشان اهلك يعرفوا
الحاجات دي كلها هتطلع؟ يا نهار ابيض، احنا على ولا انا مش مخطوفه يا جماعه. شكرا لما أهديتني قلبا بذكرك يخشع، ثبته ربي بفضلك حتى يطيب